تخيل كده صديقي، أخيرا ربنا فتح عليك وبقيت راجل غني مرة واحدة وبقى معاك فلوس كتير جدا واشتريت اللي نفسك فيه وقررت تطلع رحلة عشان ترفع عن نفسك شوية. سافرت مثلا نيويورك. وصلت لنيويورك وبتنبهر بيها كمدينة، مدينة جميلة جدا. ومشيت في شوارعها وقلت يا سلام على الشوارع، يا سلام على المباني، يا سلام على الناس المختلفة، يا سلام على الألوان، يا سلام على الطقس، يا سلام على السماء. ياه دي بلد جميلة جدا. في نفس ذات الوقت في واحد هوملس قاعد هناك بيتمشى في شوارع نيويورك، غضب الدنيا كلها في وشه، والدنيا اصلا جايه عليه وشكله غلط، شكله متبهدل جدا، وعمال ماشي بيشتم وبيلعن في كل اللي حواليه. بيقول يا باي على الجو اللي بيتقلب اللي ملوش مفهوم ده، يا باي على المباني العاليه اللي سد الهوا ما بيتغيرش، العربيات الكتير اللي مبوظه الدنيا والضجيج في كل مكان والضوضاء الواحد مش عارف يرتاح شويه. يا باي على الناس اللي شكلهم غلط واللي بيبصوا لي من فوق لتحت. يا باي على الشرطه اللي بتطردني من كل مكان. يلعن ابو دي بلد بنت 60 في 70. شفت انتوا الاتنين في نفس البلد في نفس الوقت، بس كل واحد فيكم شايف البلد بطريقه مختلفه عن التاني. وهنا مناسب جدا ان احنا نقول مقوله الجمال في عين الرائي. اللي خلاني اصلا نتكلم في الموضوع ده لان الفتره الاخيره بتكلم مع ناس كتير في مصر، ومعظم الموضوعات اللي بنناقشها بتكون بتدور حول الاخبار اللي بتحصل في مصر او الاحداث اللي بتحصل في مصر. ايش الدولار بيرتفع، ايش الضرايب بتدفع على الموبايلات اللي جايه من بره، مش عارف واحد اتحبس، حصل كذا في المكان الفلاني، حصل كذا. فده بيدور في سياق ان الحياه في مصر بقت لا تطاق. وللأسف حلم شباب كتير جدا في مصر إن هم يهربوا يهاجروا من البلد، معتقدين بكده إن هم كده هيحلوا مشاكلهم. لا أنا فاهم كويس جدا الفترة اللي بتمر بيها مصر والصعوبات الاقتصادية اللي بتمر بيها مصر ودول كتير في العالم. لكن لو الإنسان بيشوف الحياة سلبية وحاول إن هو يهرب أو بيهاجر، بياخد النظرة السلبية دي معاه للمكان اللي هو رايحه. ممكن يقعد فترة أولانية كده حلاوة البدايات، لكن بعد كده هيشوف كل حاجة سلبية برضه. وبتكلم عن تجربة شخصية، أنا كنت عايش في مصر واتربيت في مصر في أرياف مصر مش في إيجيبت، وكنت مبسوط جدا وبستمتع بحياتي، كنت عايش أحلى أيام حياتي لغاية ما صابني مرض المقارنة والتفكير السلبي اللي خلاني أشوف الدنيا كلها سودة. عشان كده حبيت إن أنا أتناقش معاك الفكرة دي، ربما عينيك تتفتح على حاجات تانية موجودة برضه في حياتك وأنت متجاهلها. النظرة السوداوية دي أو التفكير السلبي عن البلد اللي أنت عايش فيها بتكون غالبا عاملة زي عدوى بتجيلك من الأخبار، وخاصة الأخبار بتاعت قنوات المعارضة، أو من خلال تعاملك مع الناس بيتابعوا قنوات للمعارضة، وكل الأخبار اللي بيسمعوها كلها أخبار سلبية. والحقيقة الحية دي إن تأثير الإعلام، بالذات الإعلام اللي هو المعارض، بيكون تأثيره على وعيك وضرره عليك بيكون مش اقل من البروباجندا والنظام حتى لو كان فاسد. مع انها المفروض في الحقيقه ان هي بتفتح عينيك على الحقيقه، بتوعيك وبتعرفك الحقائق الموجوده واللي بتحصل على ارض الواقع. لكن في الواقع هي بتخلي كل تركيزك سلبي، بتخلي تركيزك كله فقط على السلبيات، وبيوصلك لدرجه من القهر والاستسلام وان خلاص البلد ما عادش لها حل. وبتوصل لدرجة من اليأس ومش بتطيق أي حاجة حواليك ومش بتطيق نفسك كمان، مع إن هي دي البلد اللي أنت عشت فيها أحلى أيام حياتك، وهم الناس اللي أنت بتحبهم وبيحبوك. لكن أنت ما بقتش شايف كل ده وعاوز تسيب كل حاجة وتمشي، معتقد إن أنت كده هتحل كل مشاكلك. لا، وفي نفس الوقت في ناس كتير حواليك عايشين ومزاجهم حلو ومبسوطين وبيستمتعوا باللحظة وبيعيشوا حياتهم، مع إن برضه عندهم ضغوطات ومشاكل. طيب ليه الإنسان بيوصل للمرحلة دي؟ دلوقتي تقدر تسأل أي حد عن ليه نفسيتنا بقت كده، ليه نفسيتنا بقت سيئة؟ هيقول لك على طول السوشيال ميديا والإعلام، عشان في مستقطبين كتير وحرامية الوعي وحرامية الانتباه بتاعك، وكل واحد فيهم بيحاول ان هو يأثر عليك، يثير مشاعرك، يحرك الغضب اللي موجود جواك. وطبعا الكلام ده مش جديد عليك، يعني انا مش مكتشف الامريكتين عشان اجيب لك حاجه جديده في الموضوع ده. انت اكيد سمعت عن الموضوع ده ملايين المرات او توصلت له بتفكيرك وتأملاتك. لكن هل فكرت ايه بالظبط اللي بيسببه لنا الاعلام بما فيهم الاعلام المعارض؟ طبعا التأثير النفسي والعقلي اللي بيحصل لك بسبب الاخبار السيئه اللي بتيجي من الاعلام مش صغير ابدا. في نظريات وكلام كتير من علماء النفس في الموضوع ده،
ركز معايا شوية، هنعد كذا عرض منهم وهتفهم أكتر ليه بيحصل لك كده. أول حاجة الإعلام بيسببها للإنسان اللي بيتابعه كتير وبيركز في الأخبار السلبية حاجة اسمها cognitive dissonance أو التنافر المعرفي. اتكلمنا عنه قبل كده في حلقة من الحلقات السابقة. وده يا سيدي لما يكون عندك معتقدات عكس بعض ضد بعض، الحاجة وعكسها، الأبيض والأسود. بتسمع خبر أو بتعتقد إن الدنيا لسه بخير والدنيا جميلة، وفي نفس الوقت برضو بتعتقد إن الدنيا خربانة وبتبوظ. ده بيسبب لك إن أنت في أكتر من الأحيان بترفض أي خبر إيجابي أو معلومة إيجابية عشان عندك ضدها. تاني حاجة بقى يا سيدي حاجة اسمها cultivation theory أو الغرس الثقافي. وده بتتكلم عن إن الإعلام بيسبب لك تراكم من المعلومات. من كتر ما بتسمع أخبار، ولو بتركز على أخبار معارضة أو أخبار سلبية، بتعمل لك طبقات من المعلومات السلبية فوق وعيك، فبتفصل وعيك عن الإدراك بالواقع، بيبقى إدراكك للواقع أقل بكتير. كل وعيك بيبقى محاط بالمعلومات السلبية المتراكمة فوق بعض. تالت حاجة نظرية التأطير framing theory. ودي نظرية بتفترض إن طريقة عرض الإعلام للمعلومات بتأثر على كيفية تفسيرك ليها. بمعنى يعني الإعلام ممكن يفسر حاجة محايدة بس بيعرضها بطريقة يخليك تفسرها على إنها سلبية، وده بيحصل في معظم الحالات مع الأخبار. ممكن يجيب لك خبر ملوش علاقة بيك يعني أو خبر عادي، بس هو بيعرض لك بطريقة بتخليك أنت بتنفعل معاه وبتشوفه بحاجة سلبية. طبعا مرة مع التانية مع التالتة بتشوف حاجات كتير محايدة أنت بتحط عليها صبغة الكره والسلبية والغضب. على فكرة لسه طويلة في حاجات كتير جدا، بس أنا بختصر وأجيب لك المفيد عشان مقدر وقتك. رابع حاجة اسمها social learning theory أو نظرية التعلم الاجتماعي، وبعض الحالات بيسموها نظرية باندورا عشان اللي اخترعها عالم اسمه ألبرت باندورا. ودي بتفترض إن الناس أو الأفراد بيتعلموا من خلال مشاهدتهم لسلوك وتصرفات الآخرين، فبالتالي طبعا بيقلدوهم في التصرفات بتاعتهم. فبحكم إن الإنسان بيتفرج على قنوات معارضة كتير بدون وعي بيقلد الشخصيات اللي بيشوفها بتكرار، فبيصبح برضه معارض ويمشي عكس التيار وكل حاجة مش عاجباه وثوراجي ومش عاقل كده ومش سياسي. رقم 5 نظرية شيقة جدا اسمها نظرية التأثير الثالث أو Third Person Effect Theory. ودي طرحها عالم النفس فيليبس ديفيسون. بتقول إن الإنسان بيميل إنه يعتقد إن كل الناس ما عدا هو، إن كل الناس بيتأثروا بالإعلام عشان هم سذج وعبط، إنما هو لا، ما بيصدقش حاجة ومش بيتأثر بيه عشان هو عاقل ومفتح وصايع وعنده تفكير نقدي. كمان يا صديقي بتعتقد إن يعني الإعلام دولت كذابين مش بصدقهم ومش بيأثروا فيا، لكن الحقيقة غير كده. انت لو مش بتتأثر بيهم مباشر هتتأثر من خلال واحد انت بتتعامل معاه وهو بيتأثر بيهم. رقم 6 نظرية اسمها التحكم الذاتي أو Self Regulation Theory. مش هندخل في الغويط لأن فيها أبحاث كتير، لكن باختصار هي النظرية اللي بتفسر سبب رغبة معظم الشباب في السفر. الرغبة دي ما هي إلا محاولة لاستعادة السيطرة على النفس أو التوازن الداخلي، لأن بسبب مؤثرات من عوامل محيطة به حصل عنده خلل، وحصل عنده خلل في الإحساس بالأمان وعاوز يرجعه تاني. فعشان كده هو نفسه يسافر. مشكلة إن هو ما عندوش هدف محدد إن هو عايز يسافر ليه، وما عندوش رغبة معينة إن هو عايز يوصل لها. هو مجرد إحساس عايز يتخلص منه، أو إحساس عايز يرجعه تاني. عشان كده لا هو بيسافر وبيعمل حاجة عشان يسافر، ولا هو مبسوط ببلده وعايش فيها ومستمتع. خلاص يا سيدي، آخر حاجة، آخر واحدة، نظرية Agenda Setting Theory، الأجندة. النظرية دي بتقول إن الإعلام بيوجه تفكير الناس من غير ما يقول لهم يفكروا في إيه. بمعنى يعني بدل ما يجي لك خبر أو الإعلام يقول لك فكر في كذا، فكر في الموضوع ده، لا، هو بيجيب لك موضوع واحد ويكرر لك كلام كتير عنه ويجيب لك أحداث وأخبار وتفاصيل، بحيث أنت بقى تبدأ تفكر فيه وتعتبره أهم حاجة. فده اللي بيحصل في معظم القنوات المعارضة، بيجيبوا حاجة سلبية ويجيبوا عنها كلام كتير سواء حدث عالمي أو حدث محلي، بس بيوصلوا الأهمية قصوى في حياتك
بتتجاهل كل حاجة تانية، ممكن تتجاهل أحداثك وحياتك الشخصية. زي ما قلت لك القايمة لسه طويلة وفي نظريات كتير جدا في الموضوع ده، بس أنا ما أحبش إن أنا أطول عليك وأزهقك بالنظريات وبكلام معقد شوية. بس الفكرة حتى وإن بعدنا شوية عن موضوع عنوان الحلقة، الفكرة في إني أوصل لك إن الدنيا أي مكان حيادية، ما هياش كويسة وما هياش وحشة. إحنا اللي بنحط صبغة الحلو والوحش بنظرتنا، بحكم إن نظرتنا أو وعينا مليان مشاكل ومليان أحداث سلبية، فإحنا بنشوف الدنيا سلبية والدنيا سيئة، وبيجيلنا إحساس إن إحنا نهرب أو نتخلص من الموضوع ده. أيوة في مشاكل وفي أزمات، بس قول لي إيه البلد اللي في الدنيا ما فيش فيها مشاكل وما فيش فيها أزمات اقتصادية؟ وإيه البلد اللي فيها الحكومة بتاعتها ملايكة شايلين الشعب على إيديهم وبيوفروا لهم كل حاجة؟ مفيش ولا بلد في الدنيا كده. مفيش ولا بلد الشعب بتاعها كاملا كله مبسوطين وفرحانين. لا، أي بلد في الدنيا بتلاقي ناس مبسوطة وناس زعلانة. فالفكرة اللي أنا عايز أوصلها لك إن الدنيا حيادية، لا هي حلوة ولا هي سيئة، أو بالعكس، فيها حاجة حلوة كتير وفيها حاجات سيئة سلبية. انت اللي بتختار بتركز في ايه، وانت اللي بتختار بتاخد من ايه وتعممه. تاخد السلبيات وتعممها ولا الايجابيات وتعممها، او يعني تعيش اللحظة بلحظتها، لحظة كويسة بتعيشها بتستمتع، لحظة سيئة مفيش مشكلة ان احنا نتفاعل معاها. خاصة بقى لو بلدك مصر، احلى موقع واحلى جو واحلى شعب في الدنيا واحلى تاريخ. عايز اكتر من كده ايه؟ ما تخلي تفكيرك ايجابي، خلي تفكيرك في الاصلاح والبنى بدل الخراب والهروب. ممكن تكون كلمة كليشيه شوية، بس بالنسبة لي هو أحلى كليشيه، ومش هتكسف وأقوله بل هقوله من قلبي. تحيا مصر، مصر أم الدنيا.